عبد السلام جراد مناشد وفي لبن علي عمل زمن المخلوع على التصدي للإضرابات. أرسل رسالة إلى المخلوع أيام الثورة نشرتها صفحات الفيسبوك يتعهد فيها بالتصدي للثوار. يملك هو وزوجته وجميع أبنائه وزوجات أبنائه قطع أراضي في حدائق قرطاج بعين زغوان، ولهم أرصدة بنكية منتفخة في قرابة 12 فرعا بنكيا. سيادة الرئيس، إن ما تنعم به بلادنا اليوم على ما تتحلون به من حكمة وبعد نظر، لقد رسمتم يا سيادة الرئيس وراهنتم بحرصكم أن استثماركم في الحوار الاجتماعي عملتم على دعم تكريسا لقناعتكم. لقد حرصتم بما تتخذونه من قرارات وما تبدونه من تصميم، كما سعيتم إلى ترسيخ قيم. وثقوا يا سيادة الرئيس. الباجي قايد السبسي متهم بقتل اليوسفيين، بتعذيبهم، بقتل الأزهر الشرايطي الذي عجزت فرنسا عن اعتقاله أو قتله، متهم بقتل أهالي الوردانيين زمن حكم بورقيبة. اعترف الباجي قايد السبسي بتزوير الانتخابات زمن حكم بورقيبة. الآن وضع الألغام في طريق الحكومة الحالية قبل تخليها عن الحكم. وعد العمال في مختلف القطاعات بزيادة في الرواتب وهو يعلم أن خزينة الدولة فارغة، مما وضع الحكومة الحالية في موقف حرج. رقى مئات الفاسدين إلى مناصب عليا قبل أن ينسحب من الحكم ليعطلوا لاحقا عمل الحكومة الحالية. معنى كده انك بتعترف ان كل الانتخابات حتى في عهد بورقيبة كانت تماما مزورة؟ هذا مش اعتراف، هذا معروف. حتى حينما كنت انت وزير الداخلية؟ تماما نعم. بشرى بالحاجة حميدة هي من النساء الديمقراطيات، مناشدة للمخلوع، دافعت عن الفيلم الإلحادي لا ربي لا سيدي للمخرجة الملحدة نادية الفاني. دافعت ككل النساء الديمقراطيات عن الشواذ الجنسيين والمثلية الجنسية. دافعت عن سوسن معالج منشطة الملابس الداخلية في قضيتها ضد بسيكو آم. أيدت قناة نسمة في تطاولها على المقدسات. فما الناس تو صديقي قال لي ما حقيش، أنا قلت له حقها باش تقول راني أنا هكا الرأي. خميس كسيلة يساري كان مستشارا لوزير التربية اليساري محمد الشرفي الذي استأصل الإسلام من برامج التربية. خميس كسيلة متهم في قضايا تحرش جنسي. خميس كسيلة ساهم عام 94 بتنسيق مع بن علي في إقصاء المنصف المرزوقي وسهام بن سدرين من الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. خميس كسيلة ارتكب مؤخرا حادث مرور قتل فيه شخصين وكان بحالة سكر، وكان معه نور الدين بن تيشا. وجوه يسارية عديدة معروفة بحقدها الرهيب على الإسلام تساند اتحاد الشغل. شكري بالعيد يساري هو مدبر مجزرة منوبة ضد الإسلاميين سنة 1982. اليساريون هم من كان يلقي المصاحف في المراحيض سنوات 1989-1990 زمن حكم بن علي. اليساريون كانوا يجاهرون بالإفطار في شهر رمضان في الجامعات التونسية. هم من ساند قناة نسمة بعد تطاولها على القرآن، على الرسول وعلى الله. اليساري محمد الكيلاني عبر عن رغبته في إزالة الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن تونس دينها الإسلام. جلال بن بريك يساري اختصاصي رقم 1 في الكلام الفاحش الذي يندله الجبين، لا يتقن غير الكلام باستعمال الأعضاء التناسلية. توفيق بن بريك يساري نشر صورة لفرج امرأة في مجلته أو ماخوره المسمى ضد السلطة كونتر لو بوفوار. عمر أصحابه يساري يسب الجلالة جهارا على أمواج إذاعة الموزايك. سهير بالحسن يسارية دعت إلى تدخل فرنسي في تونس لإنقاذ تونس من النهضة. مجموعة أخرى من اليساريين والعلمانيين: حبيب كوزدوغلي عميد كلية منوبة يساري ينتمي للقطب الحداثي، بذل مجهودات جبارة لكي تستمر أزمة النقاب في كلية منوبة أسابيع كثيرة دون حل. نور الدين بن تيشا بوليس سياسي فضحه برهان بسيس في برنامج صراحة راحة، اختصاصي في ترويج الإشاعات الكاذبة. زياد كريشان مدير صحيفة المغرب ضبط أكثر من مرة ينشر صورا مدلسة بالفوتوشوب ويضخم أحداثا متفرقة ويساند قناة نسمة التي تطاولت على الرسول وعلى القرآن وعلى الله. حمادي الرديسي علماني ينادي بحذف جملة الإسلام دينها من الدستور. سفيان بن حميدة بوليس سياسي سابق فضحتها سهام بن سدرين وسبق له أن تهكم على من يصلي في مكان العمل. سفيان بن حميدة يساند قناة نسمة في تطاولها على المقدسات. محسن مرزوق يساري تقول عديد صفحات الانترنت أنه اختلس 15 مليون دولار من أموال المؤسسة العربية للديمقراطية بقطر. قام بمحاولات عديدة لتعطيل انتخاب المجلس التأسيسي
وذلك بتقييده بعقد جمهوري واستفتاء، وهو مؤسس المجلس التأسيسي الموازي الذي يعتبر تحايلا على إرادة واختيار الشعب.